النهارده هنعمل اكله عظمه بجد. طعمها حلو قوي وبسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه. صينيه بطاطس بالكفته، هتاكلي صوابعك وراها بالطريقه اللي انا عاملاها. اعمليها بنفس الطريقه وهتشوفي النتيجه والريحه والطعم حاجه تانية خالص. صينيه البطاطس دي بجد من احلى الوصفات اللي انا بجد عملتها في صواني البطاطس كلها. هجيب اول حاجه نص كيلو لحمه مفرومه، او لو عندك ربع كيلو ممكن تشتغلي بيه. هحط عليهم بصلتين مبشورين يكون مصفيهم من الميه، وملح وفلفل اسود، وهدعكهم في بعض زي ما انتم شايفين كده لغايه لما اسمغ اللحمه المفرومه واكورها بنفس الطريقه. عايزه تعمليها صوابع اعمليها، انا عملتها كور وكانت النتيجه بتاعتها هايله جدا. هكور كل الكميه اللي معايا عشان هبدا بقى اول حاجه في الوصفه هبدا اقليها. دي كده الكميه اللي معايا، كميه النص كيلو. هجيب بقى معلقه سمنه كده فلاحي حلوه كده وهنزلها على النار، هسيبها تسخن معايا وانزل اللحمه المفرومه بتاعه الكور اللي انا عاملاها. هسيبها تاخد الطشه بتاعتها عشان خاطر عايزه بقى نار عاليه عليها عشان ما تنزلش ميتها. هحمرها وهطلعها من الطاسه، وهبدا اشتغل في نفس الطاسه اللي انا اشتغلت فيها الكفته. هنزل بصلايه مقطعه وعليها كام فص ثوم كده مخرطاهم، وهنزل عليهم بالبطاطس وهقلبهم، وهديهم بقى بابريكا وملح وفلفل اسود، وهديهم كمان واحده ماجي. الماجي بتديها طعم حلو قوي 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 قوي. هقلبها بقى تقليبه حلوه على النار، اديها بس كده تشميعه على النار. وهكون مجهزه معايا شفشق كده صلصه، ربع كيلو طماطم او نص كيلو طماطم يعني. المتوفر معاكي اشتغلي بيه، لان الوصفه دي مش محتاجه معايا تسبيكه كتير. هسبكها على النار، واول ما تتسبك هحضر بقى الصينيه اللي هدخلها الفرن، وهنزل عليها الكفته بنفس الطريقه اللي انت شايفاها ديت. وهحط بقى كام قرن فلفل كده يديها شكل جمالي، وادخلها الفرن تاخد وش كده تحمير كده من فوق، وهطلعها. ودي كانت النتيجه اللي انا طلعتها من الفرن، هايله وجميله وبجد طعمها تحفه، وريحتها بقى مش قادره اقول لكم عليها. جربوها وجنبها حبه رز بالشعريه، وان شاء الله هتاكلوا صوابعكم وراها. الف هنا وشفا.